أيام على ما عليه. بعدها فترة أصيب الابن الثاني. بعدها بكم سنة؟ 19 توفي، يعني خلال بعدها بسنة. وكم عمره الولد الثاني؟ عمره 15 سنة. بعدها كان عندي ولد متخرج من الثانوية ودخلته في الحرس الوطني العسكري. الولد وش اسمه اللي توفي؟ ناصر. لا الأول سلطان. هذا توفي. ثم من هذا الحين ناصر تخرج من الثانوية، طال عمرك، عمرها 24 سنة. أي. ولما دخل العسكرية استبشرنا أنه دخل العسكرية بيتخرج ضابط وكذا. إيه. حصل معه زي الصداع كذا. لا ضابط صف، هو تخرج حديث كاتب. أي. حصل معه زي الصداع كذا. سوينا له تحاليل طبية. أي. قال معه مشكلة في الدم. لا إله إلا الله. نعم. هذا بعدها بسنة ولا سنتين؟ تقريبا سنتين. لا إله. نعم. وأنتم مصيبة الأولين لا تزال في القلب. نايح ما يحتاج، لكن الإنسان وش بيسوي؟ ما له إلا الاستسلام. لا إله. فكذلك عرض علي أني أعمل له زراعة نخاع، وقبل نسوي زراعة نخاع وفشلت، فصار عندي تردد الحقيقة في عدم. هو يا أبو فهد نفس مشكلة أخته ومشكلة نفسها سرطان في الدم اللي هي يسمونها لوكيميا. أي. اللوكيميا هذه تصير نقص الصفائح، نقص في الدم ونقص كذا، ولا لها علاج إلا زراعة من أحد أشقائه. أنا مرت بالتجربة الأولى فشلت، جاء الثاني بعد كذلك صار عندي ردة فعل، إنه أنا أمس صلحت في أخوه نفس الطريقة وأقنعوني، و70% أو 80% إن شاء الله راح تنجح العملية. ترددت وحصل ارتدادات المرض توفي بعد مرضه بكم؟ قاعد يعاني؟ والله جلس حوالي 6 شهور 7 شهور. الولد ما قال لك طيب يا أبوي خلهم يسوون نخاع خلهم؟ والله هو كان يعاني معي نفس معاناة أخوه، كان يشوف أخوه أنه عملت له العملية قبله، والإنسان لما يعيش تجربة يصعب عليها الوضع. أنت شلون تحملت يا أبو الحين هذول 3؟ كيف تحملت يا أخي؟ أنا إلى مرض واحد من عيالي قعدت لي كم من يوم وأنا ضايق صدري، ولا إذا مات، فما بالك لما واحد يفقد 3 أطفال 3 من أولاده يعني خلال 4 ولا 5 سنوات. والله يا شيخ أنا أنت تعرف إنسان ما بيده شيء لما يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى. فأنا عندي قناعة أن هذه أيام معدودة، يعني إن تقدم الطب أو ما تقدم الطب أو إلى ذلك، إن الأيام معدودة. فهذه قناعة عندي إن الله سبحانه وتعالى مقدر أن هالولد يعيش لك فترة كذا ويتوفى. طيب وتوفي الثالث والله يغفر. نعم. وقال لعلها تعدي وتنتهي إن شاء الله على هالموال، وانتهينا. ولكن جت على شو اسمه، الحقيقة الموت اللي أنا تأثرت منها كثير هو موت الابن الأكبر، ما كان في شيء. حقيقة كان يعني عنده شو اسمه، كان عنده ما كان في شيء، حتى ما كان مرض أخوانه في شيء. كان في خميس مشيط. أكبر اللي هو من؟ فهد. أبو الولاد. نعم. وش اسمك يا ولدي؟ عبد العزيز ولا وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. هذا أكبر عياله؟ لا هذا أكبر عياله. كنت أنا في الأردن، اتصل علي إنه كان في مكة. فهد. نعم. هو عياله. المرض يوم السبت، لا والله الأحد دخل سخن، والخميس توفي. لا إله إلا الله. 3 أيام فقط. ولكن ايش تبغى نسوي؟ نفس المرض؟ لا هذا مرضه كذا ما أدري وشو. أكيد إنه عين، لأنه كان في مركز ينافس على شو اسمه، ينافس على المركز الأول في دورة تدريبية عسكرية، وكان ضابط في الجيش. ولا اتصلت على زوجته أنت ولا اتصلت عليه أبد؟ ما اتصلت، لأنه الرجال علمني وقال مشينا المطار وحاجزين، وقلت ما في داعي اتصل، انتهى. أنا عارف. سألت الرجل قلت يا ولد حاصل في شيء، حادث شيء؟ قال لا أبد، الرجال من المستشفى لكن حالته خطرة والموضوع. فوصلنا لقينا المفاجأة الحمد لله. كيف توجهت؟ رحت البيت وولدك؟ لا رحنا البيت وعلمونا أن الرجل توفي من محطوط الثلاجة،
مرض المفاجئ؟ أي مفاجئ، هذا يمكن 3 أيام بس. الأحد داوم، السبت، الأحد حصل فيها، الخميس دخل المستشفى. لا إله إلا الله. هذا عام كم؟ هذا عام 28. طيب، ومضى الله يغفر له فهد، وبعدين؟ ومضت الأيام طال عمرك. وفي عام 30 مرضت البنت اللي توفتك اليوم 2010. ونفس الطريقة سوينا لها تحاليل وقالوا معها نفس اللوكيميا. البنت أظنها كبيرة ومتزوجة؟ متزوجة نعم. كم عمرها؟ والله عمر 21 لأنها تزوجت هي صغيرة. عندها أطفال؟ عندها ولد وبنت. كانت حامل وهي مريضة وانجبت وهي بالمستشفى. لا إله إلا الله. ربك سبحانه وتعالى الحي ما يموت. حتى إني يعني وهي كانت في المستشفى رسالتها رسالة أحثها على الصبر، وهي اسمها يسرى. قلت الصبر يا يسرى ترى الصبر محمود، صبرن بأيوب كل اندرابه، اللي صبر حتى سعب جسمه الدود، والله وعد الصابرين المثابة. وعندي أمل بالله صادق وما كنت، إنه يحقق رغبتي بالإجابة، يجبر عزاء قلب دوم ملهود، ما هو تجزع لكن مما أصابه. وقالت بالشكل إن شاء الله صابرة، ولي الله يكتب رايح حصل. وسوت العملية ونجحت حدود سنة. حصل بعد ما أنها فترة ارتفعت عندها المناعة. في الطب أن المناعة إذا ارتفعت أنه يقول قد يكونها تهاجم الجسم الغريب هذا. طبعا وش يصير عندهم؟ ما عندهم وسيلة إلا أن يضربون كيماوي. الكيماوي يفسد العملية. وخلال فترة تنويمها هذا المرض أخوها اللي توفى قبلها. لا إله. وهي منومة؟ وهي كانت تعالج وماخذت للزراعة وطالعت على أساس أنها يعني الآن أنها تمثلت للشفاء. ومرض أخوها كان حتى يعني جسمه كويس، وكان يعمل رياضة. أكبر منها ولا أكبر؟ لا أكبر منها. يعني كم عمره تقريبا؟ هو عمره 24. أنا أكبر منها بسنة كذا، سنتين. اثناء وهي مرقدة أحس بصداع. راح المستشفى سوى تحاليل، قال معك نقص دم. سوينا نفس قال لوكيميا. فأمور ما شاء الله. يعني هؤلاء الآن كم ذولا؟ 6 4 أولاد وبنتين. ما جتك ليالي قعدت تفز تالي الليل كذا وتفكر في؟ والله يا شيخ المشاعر لا تقول يعني. عطنا وش اللي ولا الليل كله يعني الحقيقة وش أوصف؟ ما قد يوم رأيتهم في المنام ولا؟ الرؤى ما رأيت إلا هو فادر رحمه الله، شفته مرة واحدة. وش رأيت؟ بس كان قال ناقص عليك دراهم شيء. يقول لك؟ لا إله إلا الله. بعدين قلت احنا استلمنا رواتبك خلاص.